بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية، وهو درس الصدق والأمان. بيقول لي: وجد زياد في أثناء لعبه محفظة زرقاء ملقاة على الأرض. زياد كده وهو بيلعب لقى محفظة لونها أزرق ملقاة أو مرمية على الأرض. فتح زياد المحفظة فوجد فيها مالا يكفي لشراء دراجته التي كان يحلم بها. فتح المحفظة كده قال: يا على الفلوس دي، فيها فلوس كتير، أقدر أشتري العجلة اللي أنا نفسي فيها. وبينما كان زياد يجلس على كرسي لفت انتباهه رجل يسأل عن محفظة زرقاء. يبقى هو قاعد كده على الكرسي في الحديقة ولا بعد اللعب، لقى واحد بيسأل على محفظة لونها أزرق. تردد زياد: هل يحتفظ بالنقود لشراء الدراجة أم يعيدها للرجل؟ يعني قاعد محتار كده وبيفكر هل أنا أديله المحفظة ولا أخليها معايا واشتري العجلة اللي أنا عايزها. قرر زياد إعادة المحفظة للرجل، فشكره الرجل بامتنان وشكور وسرور. يبقى زياد بعد ما قاعد يفكر كتير قال لك: لا، أنا هرجع المحفظة للراجل. راح رجع المحفظة للراجل، والراجل شكره بامتنان وسرور. حكى زياد لوالده بصدق وأمانة ما حدث. اتكلم مع أبوه وحكى له الموقف اللي حصل، ففرح به وقال له: يا زياد، إن الله يحب الصادق الأمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحب الشخص الصادق والأمين. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى اللي يلاقي أمانة يؤديها إلى أهلها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. كده نكون انتهينا من درس النهاردة، على أن نلتقي في تكملة لهذا الدرس لحل تدريبات هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.